السلام عليكم متتبعي قناة مطق نت. اليوم ان شاء الله غنوجدوا اللوبيا بيضاء المحبوبة عند الجميع. تبعوا معايا الفيديو الاخير، نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. نبداو على بركة الله. كناخدو 4 كيلو ديال اللوبيا اللي رطبناها في الماء ليلة قبل. بالنسبة للتوابل كنحتاجو معلقة صغيرة ملحة، معلقة سكينجبير، معلقة فلفل اسود، معلقة حميرة، ونص معلقة خرقوم. عندنا كذلك بصلة ومطيشة مقطعين قطع صغيرة، قزبر ومعدنوس، زيت العود، معلقة مركز طماطم، وكإضافة عندنا هنا الشحمة ديال البقري. كنجيبو طنجرة الضغط، كنوضعو فيها اللوبيا، كنضيفو لها البصل والطماطم والقزبر والمعدنوس مقطعين. كاين اللي كيدير اللوبيا البيضاء كتسلق ومن بعد كيضيف لها باقي العناصر، ولكن هاد الطريقه كتخلي اللوبيا كتجي شاربه التوابل مزيان والمرقه ديالها كتجي خاتره. كنضيفوا التوابل، كنضيفوا مركز طماطم والشحمه ديال البقري. بالنسبه للشحمه كتعطي واحد الاضافه رائعه جدا، نتمنىكم تجربوا الوصفه بهذه الطريقه. بالنسبه للشحمه تقدروا ديروا الشحمه ديال البقري ديال الغلمي. بعد ما ضفنا مركز الطماطم كنضيفوا الزيت. بالنسبه للزيت تقريبا ضفت نصف كاس، انا ضفت غير زيت الزيتون بوحدها. تقدروا تخلطوا بين زيت العود وزيت المائده. كنخلطوا اللوبيا مع باقي العناصر، وكنضيفوا الماء حتى كتغطى لنا اللوبيا. كنديروها على نار متوسطه وكنخليوها لمده ديال 20 دقيقه الى نصف ساعه. ما تجهدوش للبوطه باش ما تنشفلكمش اللوبيا. بعد ما دازت تقريبا 20 دقيقه كنحل عليها، كنلقاها على هذا الشكل. تقريبا اللوبيا طايبه، غنضيفوا لها القزبر والمعدنوس مقطعين. الا لقيتوا اللوبيا نشفات من الماء ضيفوا لها الماء كذلك. هنا سديت عليها ورجعتها فوق البوطه تقريبا لمده 10 دقائق، وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال اللوبيا. كما كتشوفوا ما شاء الله جات طايبه والمرقه ديالها خاتره. كتبقى اللوبيا بيضاء، وصفه مميزه كلشي كيبغيها. كنتمنىها تكون نالت اعجابكم وبالصحه والراحه. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم جديد الوصفات. السلام عليكم.